لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة سيوحف لواني كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان ومبس رزامندي رب العالمين وهي وادارم إيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. برخوش يسعوكواني رابر دوش لخزمت أو آتبيروز دابون رب العالمين بيان دفرمي ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. طبعا بزبط كساني كوا آتكان رب العالمين بدروزاني وافترايا لسرخواه البستايا إتر خيقر فرمانيا بيدكا كوا برون برو آقر برون ريزي أو كساني كوا لبيشانغو لجنو لإنس لناو آقرن برون ريزي أوان كلما دخلت أمة لعنت أختها هركاتك أمتك درواو يا هركاتك أمتك فردرتناو آقر لعنت أختها لعنت لبيش خويدكا حتى إذا اداركوا فيها جميعا حتى وكو زهموي تيدا دقنا يكتري إنزا قالت أخراهم لأولاهم أواني كوان شوين كوتنا لدواتري هاتينا درباري أواني كوان لبيش أوان بوينة وسركردي أوان بونا بدواي أوان دارو اشتينا إتر أوان شكايت دكن لا رب العالمين لبيشينا كان خوان ودلين ربنا أي پروردگار من هؤلاء أضلون أوانا كواسانا لإيما شيوان فآتهم عذابا ضعفا من النار دي بحكمه يكسرنا لإيما شيوان دي خواي عذاب شدوهن دام بدل آقر رب العالمين تفرم قال لكل ضعف لبو هريق لنقو ضعفو هاو شيوي تاوانكي خوي عذاب آمادكرا ولكن لا تعلم بلام أنقو نايزانا. لما أرج تفكر دلي كاتك دفرمي كلما دخلت أمة دفرمي أو كلما تدل على أن حركة التوافد على النار تتكرر أفواجا فأفواجا كواتا لروج قيامة أواني كوا ياراني جهنما خوي جور سبحانه وتعالى فرمان دكا كوا بول تاقم فريب دريننا وجهنم أي كلما دخلت أمة تجمعها جامعة ما من الأتباع هركاتك وتاقمك هركاتك وكومالك لوان فريد دريتنا وجهنم كوا أو تاقمة اشتيك بكوان ذكر ذو لعنت أختها السابقة لها إلى النار إتر هركاتك أو تاقمة فريد دريتنا وآقر لعنت لو تاقمة يدكها كالبيشوي سويتنا وآقروا أوان قادوا سركردي أواني تربون. وأعطاهم الله عز وجل وصف الأخوة بينهما لعنت أختها لعنت لا بيش خويدك لعنت لخشك كيدك لو خوي يقول دا وصفي عندك با وصفي خشك براتي لاشتراكهما في طريقة الكفر وأعمال الكفر لبروي هردوشيان شريك بون لسي شريك بون لكفر لكردو كفر كان إذ الكفر أنواع ومذاهب شتى ديار الكفر تندين جوره تندين مذهبه ويجمع الله جل جلال وعظم سلطان في دار العذاب يوم الدين كل ذي نوع من الكفر مع أفراد نوع وأشباه ونظائر كواتا
أنواع كفر هي أنواع ملل كفري وشركي هي إتر هر تاقمێک لەوان لەگەڵ هاوشێوەی خۆی کۆ دەکرێتەوە ئەو جا ئەوانەی کەوا سەرکردنە تابعەکانیش لە دوای ئەوانن ئیتر دەگەیەندرێنە یەکتری ئیتر بەو شێوەیە کولەما واتە پۆل لە دوای پۆل تاقم لە دوای تاقم فڕێدرێت ناو جەهەنەم و هەر کاتێکەوە تاقمێک لەوان دەست ناو جەهەنەم لعنەت لە ئوختەکەی خۆیەوە لعنەت لە هاوشێوەی خۆی دەکاتن ئەوەی کەوا لە پێشەوی بووە ئەوەی کەوا سەرکردایەتیوی کردێ ئەوی لە پێشەوی چوویتە جەهەنەم حتى إذا اداركوا فيها جميعا حتى إذا اداركوا أي تداركوا بمعنى تلاحقوا واجتمعوا في النار حتى وكوكاتك وهمي أوزا بيكو كودا كرينا ودقنا يكتري لجهنم قالت أخراهم لأولاهم أخراهم تشينا تابع كان أتباع كان أولاهم أواني كواسر كردي أوان بون لبيش وانشتون جهنم أوان دلين قالت أخراهم لأولام أي لأجل أولام إذ الخطاب مع الله سبحانه شاكين إلى الله إضلالهم إياهم كواتا قالت أخراهم لأولام معناه وني كوا بابرين شوين كوتكان بسر كردكان يندلين نا بلكو شوين كوتكان شكايات دكان لا رب العالمين لو كوا سر كردكان ينبون كسريان لشيوان دبون وكو ابن كثير أي قالت أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم متبعون كواتا أتباع كان درباري السركردكان خويا دلين لأنهم أشد جرما من أتباعهم طبعا سركردكان جريمان قولتنا لواني كواتابعيان بون يتر سركردكان دخلوا قبلهم سركردكان بيش أوان سوين جهنم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة إتر أتباع كان شوين كوتكان شكواي خوان دبنوا لي رب العالمين درباري سركردكاني خوان لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل أوان كوا سريان ليان شوان دبو أولا بابني ابن كثير لا معاش تفكر دلي تأتي اللام الجار بمعنى عن قالت أخراهم لأولاهم دلي أولا ما بمعنى عن دي دربارة وحملها هنا على معنى عن أقرب وأولى كواتليرا بمعنى ليك بدينون نزيك ترى بمعنى أودي قالت أخراهم عن أولاهم واتا شوين كوتكان درباري سركردكانيان دلين وشكاءدكان لا إخوائي قولا وتأتي أيضا بمعنى على وهذا المعنى مناسب هنا أيضا كواتب بمعنى عندي بمعنى علاج دي دلي أوش ليردقون زي بمعنى وقالت أخراهم على أولاهم أي قولا له استعلاء على أولاهم بدعاء يقتضي أن ينزل الله عليهم عذابا زائدا كواتا قالت أولاهم على أخراهم ليردا على طبعا لبو استعلاء كواتا بدعاء استعلاء لسر كردكان ياندكن بوي كواخوا أوانا داوا كين لبلوي أوان سلان لي مشي عند بخوا عذاب زياتنا لسر مسلط بكي مرة ربنا هؤلاء أضلونا أي سنوا لنا الضلال ودعوا إليه فاقتدينا بهم كواتا شكوى كان أويدرني أي پروردگارا أو سر كردان بون كوا ريقاي قمرايان لبو إيما داهناو أوان بون كإيما ينبانكر لبو أو قمرايو إيماش اقتداما بوانكر وكل أضواء البانج دلي لم يبين هنا السبب الذي مكنهم من إضلالهم لير ذا لو أتخوي قول باس لو ينكر كأوان أو سر كردان بتشي ويك توانيان بتشي ويك بتشوه كارك توانيان أتباع كان خويان قمراب كان بلام لزي قايد كذا في بياني كذي أن السبب الذي مكنهم من ذلك السبب هو كونهم سادتهم وكبراءهم دفرمي خوي قول لزي قايد كبياني كذي أوان بوشي ويتوانيتان أو خلقي قمراب كان لبريوان بخويان ده صلاة دار بوينة أوان قوربوين لنا قومي ومعلوم أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم به ومعلوم عادة خلشي جرايلي سركردكانيان وكاربدستكانيان دكان كاتك وبانجيان دكان لبو هر كاريك وكل سورة الأحزاب خواهي قول دفرميتن أواني لنا جهنم دلين ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا أي پروردگارا ئێمە جۆڕایەلی گەورەکان و کاربەدەستەکانی خۆمان کرد
فأضلون السبيل أوانيش سريان لإيما شيوان ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أي پروردگارا ديدوهن دا عذابي أو سركردان بدو لعنتيان ليبك بلعنتيشي قولا وهروها لسورة سبأ عيني كأو حوارما لو باز زكاة دفرمي ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم أقرب بيني استمكاران لجير دستي خواي قورا راد جيرين لروج قيامت يرجع بعضهم إلى بعض القول يترشكاد ليكتريد كان يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين شو إن كوتكان أواني كوا أتباع بون بسر كردكان ومتكبرين كان ضلن أجر أنجو نبوان إما إيمان دار بوين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا زال مقابل ده متكبر كان با مستضعفين أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم إما بوين أنجو ما أنجم راكر لهدايات كاتك والبوتانهات بل كنتم مجرم بخوتان مجرم بون أنجو بخوتان مجرم بون لو رام دا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لسان مستضعف كان بمتكبرين دلن بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا بلكو أو بيلاني أنقودا تنابو بشو براج لسر إيمتان دخوين دو فرمان تان بيدا كردين كوا كفر بخواب كين سبحانه وتعالى أندادو شريش لو برياردن والعياذ بالله إتر مستضعفين ياخذ أتباعك شكاد لسر كردكان يندكن يعني خوا أوانا أما ينقم راكر فآتهم عذابا ضعفا من النار أي مضاعفا لأنهم ضلوا وأضلوا يا ربي خوا دوهن دا عذاب يان بدي لبروي هم بخوا ينقم رابون هم إيمش ينقم راكر أطوال بيان دلتن وبين في مواضع آخر أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا تنفع الأتباع إذا باش أخو كاتي كوا شوين كوتكان داوادا كان عذابي سركردكانيان دوهن دبي اگر اوان دوهن دا عذاب درين اوان سود وردگرن نخير هي سود ورناگرن ولا تخفف عنهم من العذاب هي سود اللي ورناگرن هي عذابش العذاب ما كم ناكاتو وكل سورة الزخرف يقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون هيج شتيك بهاناتنا حتى اوج بهاناتنا كاتك وانغو بابن أورو شريك لو عذابي بيك أو عذاب دشيجن ولا دنيا فرقه هي لدنيا كاتك واتكسك دبيني وكنتو مبتلى بدردك لا تو أهون دبي برهم لوين دري هيز لعذابي أو كسي كمنا كاتو كجر هم دنياش لغلبيتن لعذاب برهم زخواي يقول فرمي قال لكل ضعف وات الله سبحانه وتعالى كاتك وأوان داوادا كان خوا سركردا كان من دوهن دا عذاب بدا رب العالم دفن قال لكل ضعف لابو هر يقلنقو ضعف هيا عذاب مضاعف هيا أما القادة والرؤساء فبالضلال والإضلال أولا بابلين لا قاسمي دلي قادة ورؤساء كان سركرد كان بلي عذاب مضاعف يعني هيا لبر أوي هم قمراب هم خلشان قمراكر أدي أتباع كان وأما الأتباع والسفلة فبالضلال وتقليد أهل الضلال لبر أوي أوان قمرابون تقليد شوين كوتي أهلي قمرايش ينكر مع وجود الهادين بالبراهين القاطعة لكاتك دا كوا كسانيك رينشان دريان بون ببلغي بلغنويز ببلغي زورون وأشكرا لبوري قال راسيان باغنك بلام أوان جوراليانا كواتا هردوشان مستحقا بعذاب ضعف لمعارج تفكرش عيني باز لو بابا تذكاتا كوا بس الشيويك عذابي ضعف يعني استأوي كوالا قاسمي لك ما داوات ضعفك هردو شبا دو هندلك دايتو بلام لا معاج تفكر بشيويش كش ليك داداتوا كبشتواني خواهي قلواني داتو دين باستكن لبرنمانكات إن شاء الله تعالى لوانينا داهاتو دين وخزمت أو بابتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.